السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة مرقة الدجاج بطريقة صحية وجميلة جدا وفي البيت وبمكونات موجودة عندنا كلنا. آه وما نشتريهاش، لما تعمليها مش هتشتريها من بره تاني. معايا جزراية كبيرة مقطعة كده مكعبات، وبصلاية كبيرة مقطعة مكعبات، وكمان طماطماية كبيرة مقطعة برضو مكعبات، وواحدة من الفلفل. حوالي ربع مج كده من الزيت، ده المج بتاعي القهوة يعني مج صغير. ودول 5 معالق كبار من الدقيق. وبالنسبة بقى للتوابل، انا كتبتها كده في ورقة عشان ما انساهاش. نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البابريكا، 5 ورقات من اللورة، ومعلقة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة برضو صغيرة من البصل البودر، وكزبرة ناشفة، ومعلقتين كبار من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. توابل مشكلة، ممكن نحط منها برضو معلقة صغيرة. توابل مشكلة زي الكزبرة الناشفة على قرفة كده يعني. ممكن نحط احنا من عندنا، لو ما فيش توابل مشكلة ممكن نحط ربع معلقة قرفة، ونص معلقة كده من الكزبرة الناشفة المطحونة. معايا بقى لتر من الشوربة او مرقة الفراخ. ولكن لازم هنا في الوصفة دي يكون المرقة دي تكون دسمة جدا، يعني تكون واخدة طعم الفراخ، طعم قوي كده، وتكون مش طعمها خفيف، لا تكون في طعم الفراخ باينة فيها. يعني نكون مثلا سالقين فراخ والشوربة بتاعتها مش كتير، تبقى الشوربة قليلة كده عشان تبقى الطعم مركز. لان عشان الوصفة دي تطلع كويسة لازم تكون، اذا كانت شوربة لحمة او شوربة فراخ، لازم تكون مركزة جدا. معلش نسيت اقول لكم ان في معلقتين كمان مفرومين من الكرفس او الكزبره الخضراء. لا انا ما كانش عندي فريش، ولكن حطيتها من كان عندي في الفريزر، فحطيت منها معلقتين كده مفرومين. حطيت كرفس. طبعا هسيبها بقى تغلي في المرقه دي لحد ما الخضار كله يستوي كويس جدا. وطبعا حطيت كل التوابل عليها زي ما انتم شايفين لحد لما الخضار استوى كويس قوي. هحطه بقى، هسيبه بقى يبرد، وبعدين هضربه في الخلاط انعمه. وهناخد الزيت اللي احنا شفناه في البداية واحطه في حاجة واسعة كده، واسخن الزيت شوية واحط فيه ال5 معالق دقيق الكبار اللي احنا قلنا عليهم، وهنشوحهم كده كأننا بنعمل بشاميل. بس مش هنسيبه كتير على النار، يا دوبك مجرد ما نشم الريحة كده بتاعة الدقيق هننزل عليه على طول بالمكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط، واحده واحده كده، ونقلب علشان ما يكلكعش معانا. حتى لو كلكع معاكي ما تقلقيش خالص، المضرب هيفكه. حتى لو انت ما قدرتيش تفكيه بالمضرب اليدوي، حطيه في الخلاط واضربيه ضربه كده هيفك على طول. ولكن هو بيفك على طول يعني لما تقلبي كده بقوه شويه. زي ما انتم شايفين كده كل المكونات امتزجت كده مع بعضها كويس. وهسيبها تهدى بس شويه كده، وبعدين هفرش بلاستيك في الصينيه. لو مش هتفرشي بلاستيك ممكن تدهني الصينيه اي ماده دهنيه، ولكن لو فرشت بلاستيك هيبقى سهل عليك انك تخرجيها من الصينيه بسرعه جدا، عشان تبقى سهل عليك انك تفككيها. هفردها كده في صينيه مربعه، واخلي السمك بتاعها زي سمك المكعبات اللي احنا بنجيبها من بره. وبعدين هسوي السطح وادخلها الفريزر نص ساعة، واخرجها تاني عشان اعرف اقطعها مكعبات. وبعد ما اقطعها مكعبات ارجعها تاني بقى الفريزر في علبة واحفظها او ارصها كده على بلاستيك في علب علشان تبقى سهل عليا ان انا اخد كل مكعب لوحده كده ما يلزقش في بعضه. ده كده بعد نص ساعة خرجتها وبدأت اقطعها كده مكعبات. طبعا مكعب انت عايزة تصغريه عايزة تكبريه فبراحتك خالص. هي لسه طبعا طرية معايا علشان اعرف اتحكم فيها. وبعد كده زي ما قلت لكم هحطها بقى في علبة وادخلها تاني الفريزر. تحافظي عليها بقى في العلبة كده، وكل ما تحتاجي تاخدي بالمكعب زي ما انت عايزة. هجرب لكم بقى مية مغلية، وحطيت مكعب كده في المج وحطيت عليها مية مغلية وهقلبها. بصوا بتدوب بسرعة جدا، زي الجاهزة بالظبط. بس ولكن مع الفرق ان دي حاجة صحية وما حطيناش عليها اي مواد حافظة، وطعمها والله هيعجبكم جدا. ولكن برضو بكرر عليكم ان لازم يكون المرقة اللي انت هتستخدميها اللي هي شوربة الفراخ يعني او شوربة اللحمة لازم تكون دسمة
وطعام اللحمه او طعم الفراخ قوي جدا فيها. يعني تكوني سلقه فراخ، تكوني سلقه لحمه، يعني عايزه افهمها لكم ان مثلا تكون اللحمه كتيره والشوربه قليله، هتكون الطعم طبعا قوي، او الفراخ مثلا كتيره والشوربه بتاعتها قليله، فبرضو الطعم هيكون قوي جدا، فهتطلع معاكوا حلوه قوي قوي قوي. لكن لما بيكون الطعم خفيف فبتطلع طبعا طعمها مش قد كده، زي ما انا قلت لكم كده بالظبط. ولو عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.